لذلك تشوف شخص وشخصية مثل أم البنين سلام الله عليها سجلت في التاريخ هذا المعلم وهذا المعنى، وتحولت إلى هذا الرمز الشاهق الساطع لآل البيت عليهم السلام، باب من أبواب الحوائج، باب من أبواب قضاء الحوائج. ولا عجب في ذلك، ماكو عجب، لأن أم البنين سلام الله عليها بهذا التقديم وبهذا التضحية الذي قدمته بين يدي الحسين شاركت في معركة كربلاء. وتعرف أنت النساء ليس عليهن جهاد، لكن أم البنين سلام الله عليها شاركت بكل ما تملك. وأهم من المشاركة الوفاء. ترى مو تتصور أنه المشاركة في قضية الحسين كانت فقط في كربلاء، لا، كان إلها آثار، كان إلها تبعات عليهم، على من شارك، على من كان له اسم في واقعة كربلاء. فكيف بأم العباس؟ يعني يكفي أنها لما يسأل عنها يقال هذه أم أبي الفضل العباس. إيش قد السلطة تحقد عليها، إيش قد الأمويين يحقدون عليها. هذه أم الذي راوانا العذاب في كربلاء، هذه أمه. ولذلك كان يترصد الأعداء أن يحصلوا على موقف، على بكاء، على دمعة، على اعتراض من هكذا شخصيات، حتى يقولون لا، هذول خرجوا مع الحسين وأهلهم مو راضين عليهم. البعض مو تتصور هذا شيء، البعض كان يجي إلى بعض هؤلاء ذوي الشهداء، عبد الله بن جعفر قاعد ويجي واحد في مجلس عبد الله بن جعفر يقول له ماذا لقينا من الحسين، شوف ولدك راحوا. يجي في مجلس العزاء لأولاده يهيج حتى يطلع منه حكاية، يقول خذفه بالنعل، ضربه بالنعل، قال له اسكت لا أم لك، والله لا يخفف علي مصيبة أولادي إلا أنهم قتلوا مع الحسين، إن لم أكن واسيته بيدي فواسيته بولدي. هذا عده 2 وأم البنين عندها 4 اللي تسجل ذلك الموقف. الخالد أحلى سنين عمري واجمل أيام، تقول أحلى سنين عمري واجمل أيام يوم لجيتكم للبيت خدام. هذا مجلس الخدام، عشاق الحسين، عشاق أمير المؤمنين، خدام الإمام الرضا سلام الله عليه. أحلى سنين عمري واجمل أيام يوم لجيتكم للبيت خدام، والله يوم لجيتكم للبيت خدام، وين الله وظل رافع الهام. تريد تخرج بفوز من هذا الاختبار أم البنين، وين الله وظل رافع الهام، حاشر باي ولدت ضيعت عابه، حاشا يضيع تعبيه من رضع لبني يا أبا عبد الله، حاشا يضيع تعبيه من رضع لبني، وابن البخل روح عليك موش ابني، وابن البخل روح عليك موش ابني، أنا بعباس أدري ما يخيبني، أنا بعباس أدري
ما يخيبني ولا فقد الولد مو هين صوابه. لكن في هذه اللحظات الأخيرة أم البنين تنظر إلى الباب، وإن كانت تعلم بأنهم قد قتلوا بين يدي الحسين، لكن أم البنين لا زالت ترجو أن تنظر بعينيها إلى قمر العشيرة وإخوته يدخلوا من الباب يسجوها، يقومون بتجهيزها وتدفينها. تقول له يا دفان بالله عليك تانيه، يا دفان بالله عليك تانيهم تانيهم تانيهم، يوسدوني القبر واسمع نواعيهم. أريد أحبابي يا دفان يلفوني، واريد الأربع القبر يشيعوني. بعد شو تريدين يا أم البنين؟ شوف شو تريدها. أريد أحبابي يا دفان يلفوني، واريد الأربع القبر يشيعوني، واريد حسين بيده يغمض عيون. أنا أريد حسين بيده يغمض عيوني، روحي مغربة اليوم وتحل يوم. منو انت يا هذه؟ تقلهم أنا مع عباس، أنا الما خلاص همي وقت الناح اموت وغربتي سهمي. ام عباس انا الما خلص همي وقت الموت نوح غربتي سهمي. انا ام البنين ولا ولد يمي، انا ام البنين لا ولد يمي، ولد بعاد عني وانا لاقيهم. يا ولد بعاد عني وانا لا ياقيهم. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بليوث العرين. باب الحوائج عند الله. خلينا نقرأ الآية الشريفة لقضاء حوائج المحتاجين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي وسيدي ومولاي بأم البنين أم أبي الفضل العباس، اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضى المؤمنين، ارحم موتى المؤمنين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير شيعته وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه. الإخوة الحاضرون والمؤسسون ومن أوصاني بالدعاء،
اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، ارحم أمواتهم وأموات الحضور جميعا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدمة الحسين عامة، على الخصوص المرحوم الحاج باقر الأنصاري والد الحاج علي باقر، والشهداء إخوته وجميع الشهداء وجميع خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.